السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس وانت ان شاء الله كمان كويس. الفيديو ده اتكلم فيه عن حاجة برضو مهمة جدا جدا بالنسبة لي، وان شاء الله تكون بالنسبة لك انت كمان. طالب منك ايه في الفيديو ده؟ طالب منك ان انت تركز وتفتح دماغك معايا في كل كلمة هقولها وتفكر وتعقل الكلام. انا النهارده جاي اكلمك عن العلاقات. تمام؟ ايه العلاقات؟ انا جاي اكلمك عن العلاقات بتعريفها الشامل، بتعريفها الكامل والاوسع، زي علاقتك بالاخر، سواء كان الاخر ده هو مبدئيا العلاقات كلها علاقات بالآخر، حتى لو كان الآخر ده هو أنت. يعني علاقتك بنفسك أو علاقتك بالأنا تعتبر علاقة بالآخر، لأن أنت هنا بتشخص نفسك كنفس تاني. بص، هنتكلم عن الموضوع ده بعدين. علاقتك بنفسك، علاقتك بأهلك، علاقتك بأصحابك، علاقتك بربنا، علاقتك بالأشياء حتى بالجماد والحاجات اللي حواليك دي، علاقتك بالشهوات، علاقتك بحاجات كتير. كل أنت بني آدم قائم في الأساس على العلاقات بأشياء أخرى. أنت أول ما اتولدت المرجح والمية في المية اللي كان هيحصل إن أنت كنت هتموت وهتفنى لولا علاقتك بأهلك أو علاقتك بأمك أو علاقتك بالحاضن أو المستضيف. طيب، هل أنا هقدر أغطي العلاقات كلها في الفيديو ده؟ أبقى 60 نصاب لو قلت لك مش الفيديو ده مش هيكفي إن أنا أغطي فيه كل أشكال العلاقات، ولو حتى الفيديو استمر 3 ساعات. ايه هي العلاقة اللي انا هكلمك عنها؟ علاقتك بايه؟ ايه هو الاخر اللي انا هشرح طريقة اتصالك بيه في العلاقة دي؟ الاخر ده هو انت، هو نفسك، كما يقول عليه الفلاسفة صوت الانا او صوت الايجو. طيب، في واحد ممكن مش متخيل، مش متصور ايه صوت الانا، يعني ايه صوت الانا. تمام؟ فانا اقول لك ان انت وانت قاعد بتفكر ما سألتش نفسك انت بتفكر ازاي؟ مش انت وانت قاعد ما بتتكلمش بتسمع صوت في ودانك؟ صح ولا لا؟ الصوت اللي انت بتسمعه من غير ما تتكلم. تمام؟ الرد اللي بيجي لك من شخص مش موجود وبيكلمك بصوت مش مسموع للناس اللي حواليك، انت بس اللي بتسمعه. الشخص اللي قاعد جوه دماغك بيناقشك في كل حاجه بتعملها، هو ده بقى صوت الان. والعلاقه دي ارتقت ان هي تكون علاقه لان انت حرفيا شخصت تفكيرك اللي هو جوه نفسك، لان زي ما قلت لك انت بني ادم قائم على العلاقات. فعشان تتعامل مع نفسك لم تجد سبيلا غير التشخيص، ان انت تتكلم بيه وتاخد وتدي بيه مع نفسك. فنجد ان انت دلوقتي بقى جوه دماغك في شخص عايش بترد عليه وبتكلمه. في فيديوهات سابقة زي مثلا الجزء الأولاني من فيديو القوة، كان تقريبا عنوانه كلام من أبو آخر أو حاجة زي كده. كنت بقسم فيه ذهنك لعدة أشخاص متأثرين بأشكال مختلفة من المشاعر. تمام؟ دي كانت يعني أحد الوسائل اللي أنا استعملتها عشان أبسط على نفسي وأسهل التعامل مع نفسي. تمام؟ وقلت لك إن هي مش شرط، هي كانت مجرد ثيوري أو مجرد نظرية اختلقتها كريتها من عندي كده عشان تسهل إن أنا أتعامل مع نفسي، وممكن تسهل كمان ان انت تتعامل مع نفسك. يعني حتى انت لو لاحظت لما تيجي تشوف واحد بيتكلم بطلاقه واريحيه قدام الناس، بتقول عليه ايه؟ بتقول عليه ان هو واثق في نفسه. انت لو ركزت في وصف او لفظ الثقه هتلاقي ان هو ما بيطلقش غير على علاقه ما بين شخص واخر، وفي النص ما بينهم بيبقى فيه الثقه. فاحنا ليه استعملنا وصف ثقة؟ عشان نصف شخص واحد بس بيتكلم. ده اثبات ان الشخص الواحد اللي بيتكلم ده جوه دماغه شخص تاني، واحنا كلنا عارفين ومش عارفين ان هو موجود. يعني احنا بنتعامل معاه كل يوم، في كل لحظة، في كل قرار. هو صوته حرفيا شغال في دماغك 24 ساعة، لان مفيش شخص ما بيفكرش، بيقعد يناقشك في كل قرار بتاخده، في كل حاجة هتعملها. انت لسه ممكن مش مستوعب وجوده. معنى ان الموضوع ده ارتقى ان هو بقى علاقة ما بين شخص وما بين آخر، فمعناته العلاقة دي فيها حقوق وفيها واجبات من كلا الأطراف، وفي كذلك خطوط حمراء. فأنت إن ما احترمتش حقوقك وواجباتك وخطوطك الحمراء اتجاه الشخص ده، العلاقة دي هتبوظ. وللأسف من أكتر العلاقات اللي لما بتبوظ بتبقى مؤذية هي علاقتك بنفسك، لأن العلاقة دي لا مفر منها، لا مفر. الشخص ده اللي عايش جوه دماغك، يعني هتروح منه فين؟ وانت بتتخذ انت وهو كل القرارات في الدنيا. فما ينفعش تبقى علاقتك معاه بايظه اطلاقا. ايه حقوقك وايه واجباتك والخطوط الحمراء اللي معدهاش؟ وتصنيف العلاقه دي اصلا فين في علاقات؟ تمام؟ تصنيف العلاقه دي في علاقاتك هي علاقه نمبر 1.
ربنا هي اهم علاقه في حياتك، علاقتك بنفسك. واحد يجي يقول لي اهم من علاقتي بربنا، اهم من علاقتك بربنا، لان هي دي اللي من خلالها هتقدر تتعلق بربنا. تمام؟ ما ينفعش يبقى العطب داخلي، يعني العلاقات الخارجيه بتبقى صحتها قائمه على علاقتك الداخليه الاول. شخصك الداخلي ده بيناقشك بناء على ايه؟ بيحرضك لايه وبيمنعك لايه؟ وايه مبرراته وايه اسبابه؟ امتى تسمع كلامه وامتى لا؟ انا زي ما قلت لك كان اسهل ليا ان انا اقسم ذهني لعده اشخاص، كل واحد بيمثل نوع معين من المشاعر، بيتكلم وبيتناقش وبيمنعني وبيحذرني وبيزقني ناحيه حاجات على حسب المشاعر اللي هو بيمثلها دي. تقدر تشوفها في الفيديو بتاع القوه الجزء الاولاني. انا كنوع من التبسيط اكتر هتعامل معاه على انه شخص واحد ليه دوافع واحده ومخاوف واحده، وانتوا الاتنين بتتناقشوا عشان خاطر توصلوا للقرار الصح هيؤدي للنتيجه اللي انت عايزها. خلينا نقف هنا كده ونذكر شكل اخر من اشكال العلاقات، هو علاقتك بالاهل، تحديدا الام. ليه انا قررت فجاه كده ان انا نط على علاقتك بالام؟ تمام؟ لان انت اصلا بتتولد بلا وعي. لو سيبناك في مكان لوحدك من ساعه ما اتولدت لحد ما توصل مثلا 20 سنه بدون ما تتعلق باي شخص، يعني خدناك كده من حضن امك وانت عندك 0 سنه، حطيناك في مكان معزول، هتكبر بلا وعي، بلا لغه، بلا شكل من اشكال التفكير، بلا اي حاجه، هتبقى فاقد لكل شيء. ليه؟ لان انت لما بتنشأ في حضن الام، فلما بتروح تعمل حاجه خطيره هي بتمنعك، فهي كده انشأت عندك خط احمر. تمام؟ لما بتروح تعمل حاجه حلوه فهي بتشجعك، فهي كده انشأت عندك هدف. لما بتتكلم انت بتسمعها، بتتعلم، بتحاول تقلدها، انشأت عندك لغه. طب خلينا نروح لشكل اعمق من كده. ما بتبقاش مرتاحه لشخص معين، بيبان على وشها تعابير معينه بتقول لك ابعد عنه. تمام؟ فانت هتبتدي تشوف ايه المختلف في الشخص ده خليها تقول كده، وتبتدي تكون شويه ملاحظات. فهي كده انشأت عندك تصور للشخص الشرير. لو مفكر ان الموضوع وقف لحد هنا، فالموضوع بيبتدي يبعد اكتر من كده، لان بتبتدي تصوراتها عن الحياه كلها تنتقل ليك بالتبعيه. فلو مفكر ان الوراثه بتبقى حاجات جينيه بس، وبتورث لون بشرتها ولون عينيها وشعرها وحاجات من كده، فانت بتورث تصوراتها ومخاوفها وذهنها، لان انت مولود بلا تصور عن العالم، بلا تصور عن اي حاجه، بلا وعي زي ما قلت لك. فانت هتبتدي تستمد التصورات دي منها هي، من دماغها، فتبتدي تشوف العالم كما تراه. لو هي شايفه ده بيخوف، هتشوفه انت كمان بيخوف. لو هي شايفه ده مفيد، انت كمان هتشوفه مفيد. لو هي شايفه في ده فكره معينه، انت هتشوف نفس الفكره، اللي انت بتفكر بنفس ذات الطريقه اللي هي انشأتك فيها. لو تكلمنا من هذا المنطق ومن هذا المنطلق، المفروض تبقى النتيجه ان البشر عباره عن نسخ متكبيره من امهاتهم. بس ده مش بيحصل. ليه؟ لان امك مش قاعده معاك 100% من وقتك، مش قاعده معاك 24 ساعه. لو قاعده معاك 24 ساعه ساعتها نقول ماشي، لان ساعتها كل تصور هتشوفه، كل موقف هيحصل معاك هيتصبغ بتصوراتها وبافكارها. بس في الواقع لا، انت بتأدي مع والدتك فتره كبيره جدا بعد الولاده، وبتقل مع الوقت لحد ما توصل لمراحل بتختفي في بعض الايام. طيب، فبتبتدي تكون عندك مواقف فرديه، يعني تبتدي تحصل لك مواقف هي مش موجوده فيها، فتبتدي تتعامل بتعامل unexpected او غير متوقع، او تستنتج معلومات جديده. حتى في كمان اوقات بتقضيها مع ابوك، وهو كمان ليه تصورات مختلفه بأصبغة مختلفة وحاجات مختلفة، فانت بتبتدي تستمد من ده على شوية حالات فردية، فبتكون عندنا البني آدم الجديد اللي ليه تصورات جديدة غير الأولانية. طيب، المواقف اللي بتبتدي تمر بيها لوحدك أو تمر بيها في غياب الأم، مين اللي بيساعدك ساعتها وبيخليك تاخد قرار؟ مين اللي بيقول لك اعمل كده؟ مين اللي بيتنبأ باللي هيحصل لو خدت القرار ده ومش هيحصل لو خدت القرار ده؟ الشخص اللي بيعمل كده هو صوت الأنا اللي جواك، هو الشخص اللي جواك بيبتدي يتصرف تبعا لإيه بقى؟ تبعا للباك جراوند اللي الأم زرعتها فيك. لأن الشخص ده أصلا لو تفكر فيها هو ما كانش موجود، أنت اتولدت بلا وعي. الشخص ده نشأ إمتى؟ نشأ لما الأم حضرت، معناته ان هو استمد وجوده من الام، معناته ان هو نسخة مصغرة من الام جواك. اوكي، يعني كل واحد بيحمل داخل ذهنه نسخة مصغرة من العالم.
بس هل النسخة المصغّرة دي طبق الأصل من العالم الواقعي؟ لأ، النسخة المصغّرة دي هو العالم كما يراه الأم أو الأب. يعني أنت وأنت لسه في سِن صغير، أنت بتشوف العالم بعيون والدتك لحد ما تبتدي تكوّن تصوُّرات شخصية ليك أنت. فالشخص اللي نبع ده مهما الزمن اتغيّر عليه وبقى شخص مختلف، فهو مستمد وجوده أصلًا من الأم، خلفيته من الأم، وتصوُّراته المبدئية كانت من الأم. أنا ليه مركّز على الأم وما باقولش الأب ولا الأخ ولا أي حد فرد من الأفراد العيلة؟ لإن هي بتقضّي معاك 90% من وقتك وأنت طفل، بتمثّل ليك كل حاجة. الشخص ده اللي جوّه دماغك، اللي مستمد وجوده من الأم، لمّا ييجي يحذّرك من حاجة، ولمّا ييجي يزُقّك ناحية حاجة، لمّا ييجي ياخد معاك قرار، فهياخده معاك بناءً على إيه؟ على المبادئ والقواعد والخطوط الحمرا والأهداف اللي الأم كانت شايفاها. طيب، لمّا يحصل لك حالة فردية زي ما كنا هنقول، موقف جديد عليك بتعدّي بيه لوحدك مش مع الأم، ومحتاج تاخد قرار. مثلًا حد في المدرسة اتعدّى عليك، ضربك مثلًا والّا عمل لك أي حاجة، فهنا الأم مش موجودة. ومش موجودة في حين إيه، مش موجودة في حين إن في علاقة يعني شوف اللي بيتعدّى عليك ده بتنشأ بينك وبينه علاقة. العلاقة دي ممكن في الcase دي بيبقى اسمها علاقة عداوة، تمام؟ فعلاقة العداوة دي جديدة عليك وما عندكش أي تصوُّرات عنها، لإن أنت وأنت صغير ما كانش مضطر يكون ليك أعداء، كان كل اللي حواليك أصدقاء، كان كل اللي حواليك أشخاص بعضهم مألوف وبعضهم غريب وبعضهم ممكن ما تكونش بتربط ما بينك وبينهم علاقة أصلًا، بس على الأقل مش علاقة عداوة. فالنوع ده من العلاقات جديد عليك، بتتعرّض عليه لأول مرّة، محتاج تاخد قرار بناءً على مدخلات مش موجودة. فهنا أنت بتعمل إيه؟ هنا بتبتدي تعمل السلوك الunexpected اللي إحنا كنا بنتكلم عليه، نظرًا إن أنت عمرك ما شُفت حد من أهلك بيتعامل مع الأعداء، عمرك ما شُفت عداوات، فأنت ما عندكش تصوُّر عن طريقة التعامل مع الأعداء عاملة إزاي. فبتبتدي تعمل إيه، تبتدي تستنتج القرار. أها، الموضوع بيكبر، الموضوع بيوسع. دلوقتي أنت تقدر أصلًا تgenerate. ما هي أنت دي أصلًا من أكبر مزاياك كإنسان، إن أنت مش مضطر دايمًا تستمد التصوُّرات من شخص تاني، أنت ممكن تgenerate تصوُّرك الخاص، ممكن تعمل تجربة وتاخد منها feedback، والfeedback ده تعدِّل بيه على تصوُّراتك الأولانية اللي اكتشفت إن هي ما كانتش أصح حاجة. ففي الحالة الفردية اللي أنت فيها بتتعامل مع أول عدو ليك في المدرسة، قدّامك خيارات كتير، ممكن تخاف وتجري منّه مثلًا، ممكن شعورك بالغضب يسيطر عليك وترُد له نفس اللي هو عمله، تمام، ممكن تحس بالاستبداد، إن أنت مش عايز بس ترُد له اللي هو عمله، أنت عايز تسحله في المدرسة، أنت عايز تخلّي وشه كلّه يجيب دم. قرارات كتير، سلوكيات كتير ومن غير تصوُّر، من غير أرضية تبني عليها القرار اللي هتاخده، تمام، فتبتدي تستنتج القرار ده بناءً على المعلومات اللي عندك. فتبتدي تشوف أنت إمتى شُفت حد بيتعامل مع عدو، بتلاقي إنك ما شُفتش، أو شُفت بس من بعيد. شُفت بس من بعيد، شُفت واحد عدو تاني لواحد تالت بيكسّروا في بعض، يبقى الأعداء بيعملوا في بعض كده. شُفت مثلًا أبوك متعصّب من أخوك الكبير راح طيّره بضهر إيده كده لَفّه 360 درجة، لزقه في الحيط. يبقى شعور الغضب بيلاقى بالعنف. بس أنت في لحظة من اللحظات بعد ما أخوك وقع من على الحيط بعد ما أبوه طيّره، لقيت إن هو نِفْسه يعمل حاجة، نِفْسه ياخد action، بس جامد على قبضته كده ومش راضي يتحرك، مش راضي يعمل أي حاجة، ماسك نَفْسه. هتبتدي تشوف برضه هنا شكل من أشكال التعامل مع الغضب، وهو الكتمان. سلوكيات كتير أنت بتستنتج هنا، أنت بتستنتج دلوقتي قرارات، القرارات دي خلي بالك أنت ما شُفتش. أنت أنت ما حدش قال لك يعني إيه أصلًا عدو، أنت مصطلح عدو ما كنتش تعرف إنه موجود، أنت ما كنتش تعرف إن ده option، فجأة اتحطيت في موقف ومضطر تاخد قرار وعقلك بيبتدي يدرس الخيارات المتاحة which is ما كانتش موجودة، يعني ما كانش في أصلًا خيارات متاحة، فابتدى يgenerate لِستة من الخيارات المتاحة، وعلى حسب ظروف كل طفل والحاجات اللي شافها والمبادئ اللي استمدها من أهله، بيبتدي ياخد القرار المختلف عن زميله.
في اللي هيسلك المسلك بتاع الكتمان، في اللي هيلاقي ان الغضب عادي انه يعامل بالعنف فهيقوم يرد له الضربه، وفي اللي هيرد له اضعاف مضاعفه لانه شايف انه يستحق وفي اللي هيقول كذا وفي اللي هيقول كذا. فمثلا نلاقي ان اللي سلك السلوك بتاع رد العنف بالعنف او رد الاساءه بالاساءه، هنلاقي ان هو ما طلعش سليم. لو كان هو متعادل في الوزن والقوه مع اللي قدامه، هيلاقي ان هو زي ما خسر اللي قدامه خساير، هو كمان خسر خساير ايه، اتعور، اتضرب هنا، وقعت له سنه، هكذا. فيبتدي هنا ياخد فيدباك ان مفيش معركه من غير خسائر. فالفيدباك ده بينم عن ايه؟ بينم عن سلوك سلبي. يعني انت هتبتدي تبعد عن المعارك دلوقتي، لان حتى لو انت كسبت او خسرت في المعركه فمفيش معركه من غير خسائر. مبدا اتكون عنده، المبدا ده ما كانش موجود، المبدا ده ظهر من اللا شيء. المبدا ده هو استنتجه حالا في الموقف اللي هو قاعد فيه. في واحد تاني غير متكافئ مع اللي قدامه في الحجم والكتله العضليه، فلقى ان هو حط على اللي قدامه وما خدش واحد، ساوى اللي قدامه بالارض واللي قدامه ما قدرش يعمل له حاجه. فده هياخد فيدباك بينم عن غرور، ان دلوقتي اي حد يكلمني هدوس عليه وكده كده مفيش خسائر. طبعا بغض النظر عن ان ال الاطفال في السن ده بيحسوا بمتعه في الموضوع ده، انا مش بجد مش فاهم. طب نلاقي ان الطرف الثاني اللي تعرض للضرب والدعس والبتاع ده نشأ عنده شعور بالظلم، وهو برضه اول مره يتعرض للظلم، فما يعرفش ازاي يتعامل مع الظلم. فبتنشوف تفريعات جديده، واللي راح اشتكى لسلطه اعلى منه عشان تاخد له حقه، وفي اللي حاول ياخد حقه بايده بس بوسيله ملتويه. فاللي اشتكى بسلطه اعلى منه تبتدي تطلع تفريعات جديده، لان السلطه الاعلى دي لو خدت له حقه هتدي له فيدباك مختلف، ولو ما خدتلوش حقه هتدي له فيدباك برضه مختلف. فتبتدي تغوص في الحياه وفي مواقف وتفريعات الحياه، وتبتدي تكون عقليات ومبادئ جديده ما كانتش عند اي حد من اسلافك قبل كده. وحتى لو كانت عند ابوك مسبقا او عند اهلك او عند اي حد من اجدادك مسبقا، فهي بمحض الصدفه، لان انتوا الاثنين حاططوا في نفس الموقف مش اكتر، مش عشان انت توارثتها. كل ده مناقشات، كلام رايح وكلام جاي مع نفسك. انت ما بتتكلمش. لو تفكر فيها، انت في كل ده ما بتتكلمش، انت بس قاعد. احيانا بتدور في ثواني النقاشات دي. هتعمل ايه؟ انت دلوقتي اتضربت، دماغك بيقول لك هتعمل ايه؟ انت دلوقتي حاسس ان انت غضبان، عقلك او الشخص اللي جوه دماغك بيقول لك انت في شعور بالغضب دلوقتي لازم تفضيه، انت مش مرتاح دلوقتي، انت في حد جه عليك دلوقتي، هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ تبتدي تقلب في الماضي، ما فيش اي ريفرنس من الماضي يساعدك. كلام بس انت اللي سامعه، كلام رايح كلام جاي. ولما تكبر كمان هتعترض عليه، لان مثلا ما ننساش ان الشخص اللي جوه دماغك ده عنده دافع شهواني، فممكن يزقك ناحيه الاكل الكتير. فلما تلاقي نفسك بتتخن وانت مش عايز تتخن، فهتيجي المره الجايه عقلك يقول لك روح كل، انت يعني نفسك تاكل، عايز تاكل، هتقول له لا، هتعترض على اقتراحاته، هتناقشه وهتناقضه وهتعترض عليه. انا كل ده اللي بتكلم كمان على افتراض ان انت شخص من صغره عنده كريتيكال ثينكينج، وبيقعد يفكر وبيقعد يحلل وبيقعد ياخد قرارات. في ناس بتغض البصر، بتتصرف تبعا لمشاعرها دايركت، ما بتتناقشش ما بتتكلمش. واحد حس انه غضبان هيكسر اللي قدامه دلوقتي، حس انه جوعان هيروح ياكل، حس انه عطشان هيروح يشرب. فاهم يعني؟ هو ما فيش طبقه بتفصل ما بينه وما بين الفعل، هو بينط من الشعور على الفعل على طول. بنقول عنه هو مخدر عقله، هو بيغض البصر بيغض البصر. كنت عايز اقول بيغض البصر وبيغض النظر في نفس الوقت، فطلعت معايا بيغض البصر. فهو بيغض البصر عن الحاجات اللي بيتعرض لها. اخر شكل من اشكال العلاقه دي انت لازم تعرفه، هو ان كل واحد زي ما قلت لك بيبني نسخه من الواقع جوه دماغه. ليه الواحد ممكن يعمل كده؟ كل انسان فينا باني نسخه للواقع بتاعه جوه دماغه. يعني في الاوضه اللي انا قاعد فيها دي والعالم يعني هقول لك على حاجه، في ميني ماب في دماغي دلوقتي شغاله. كل المكان اللي انا عايش فيه ده، كل الاماكن اللي انا رحتها، باني منها نسخه مصغره، ماكيت جوه دماغي. ليه البني ادم بيعمل كده؟ ليه نفسك بتعمل كده؟ لان انت محتاج تاخد قرارات بناء على توقعات.
طيب يعني ايه توقعات؟ التوقعات دي هو تصور للي هيحصل في المستقبل لو سلكت سلوك معين. ايه ده؟ هو انا اقدر اخمن اللي هيحصل في المستقبل؟ هو انا اقدر اعرف المستقبل؟ انت ما تقدرش تعرف المستقبل، بس انت تقدر تخمن اللي هيحصل في المستقبل بنسبة معينة. بتبني احتمالات للي ممكن يحصل في المستقبل. طيب المستقبل ده شيء جديد. يعني المستقبل غير الماضي غير الحاضر، لان المستقبل لم يكن موجودا من ذي قبل، مفيش ريفرنس. فانت ازاي بتجسم حاجه مش موجوده؟ بتجسمها عن طريق ان انت باني جوه دماغك منها نسخه، فبشكل ما بتقدر تعمل محاكاه للواقع. موضوع تاني، موضوع تاني. دلوقتي انت عايز تاخد قرار وخايف منه، فبتبتدي اول حاجه بتعملها في دماغك ايه؟ ان انت بتشوف ايه اللي هيحصل لو عملت كده. انت واخد بالك؟ انا بقول لك انت بتحاكي الواقع لمده كام اسبوعين قدام مثلا، لحد ما تشوف توابع القرار ده هتوديك على فين. بتعمل محاكاه. يعني شيء مثير للدهشه قوي لما تشوف ان عقلك بيعمل كل ده لسبب واحد بس، ان هو بيخاف من المجهول. هو بيخاف من اللي مش عارفه، فهو بيحاول قدر الامكان يقرب للحقيقه، بيحاول يقرب للمجهول ده، بيحاول يرسم له ملامح، يحاول يعمل له حتى رسم كروكي، بيحاول يشوف اي حاجه ممكن تنفعه تخليه ياخد القرار الصح. فهو بيبتدي يعرض لك دلوقتي بناء على المعلومات اللي عنده ايه اللي هيحصل لو عملت كذا، اللي هيحصل ده في صالحك ولا مش في صالحك. ولو تصوراته دي اديتك نتيجه سلبيه او اديتك فيدباك مش حلو، هتبقى خايف وانت بتاخد القرار. واذا خدت القرار اصلا، لان المحاكاه ما اديتكش نتيجه مبشره. من هنا على فكره جه مصطلح الثقه في النفس. المعلومات اللي عقلك امدك بيها دي، فما تنساش ان انت في موضع علاقه حتى وانت بتسمع من نفسك. يعني سبحان الله، انت دلوقتي بتسمع من الاخر، والاخر ده هو انت، والانت ده بيقول لك على معلومات. فلو انت واثق في نفسك فانت هتثق في المعلومات اللي بيديها لك، ولو انت وثقت في المعلومات اللي بيديها لك يبقى هتتصرف بناء عليها عميان. بينما الشخص اللي مش واثق في نفسه، بعد ما المحاكاة دي كلها تحصل، وبعد ما التصورات دي كلها تتبني، وبعد ما المعلومات دي كلها تطرح قدامه، هو في الأصل مش واثق في الشخص اللي بيديها له، اللي هو دماغه، اللي هو نفسه. فممكن بعد كل المسار اللي تم سلكه ده يتخذ تصرف unexpected اصلا. يعني ممكن ما يتخذش تصرف لان الانجن بتاع التصرفات هو اللي ما وثقش فيه اصلا. فتلاقي ان في حالات البانيك او في حالات التوتر او في حالات تلاقي الشخص يا اما بيتجمد يا اما بيجري. سلوكيات بدائيه، بيلجأ للسلوكيات بتاعه الجهاز العصبي المركزي، اللي هي اللي بتحصل لك لما مثلا حاجه تشكك، ولا سلوك بدائي، سلوك مش مبني على تصور ولا تفكير ولا اي حاجه. يعني الشخص الواثق في نفسه ده هو شخص مؤمن بتصوراته ومؤمن بالمعلومات اللي عقله بيديها له. طب ليه ممكن واحد ما يثقش في نفسه؟ يعني دلوقتي نفسي بتحذرني من حاجه، من اتجاه معين، ليه ممكن اقول لها لا؟ ليه ممكن اقول لها انت نصاب يا اسطى؟ ليه ممكن اقول لها كده؟ لاسباب كتير، وهو ان انت عدى عليك مواقف اضطريت فيها انك تاخد قرارات بناء على معلومات مش كفايه، بناء على تصورات ما حصلتلكش قبل كده، ما استمدتهاش من شخص قبل كده، ما شفتهاش في تاريخك كله قبل كده، خدت منها قرارات غلط، اديتك فيدباك غلط. ففي المره الجايه هتبص لعقلك بنظره شك، لان هو في مرات قبل كده اداك قرارات غلط، فانت دلوقتي مش واثق فيه لان ممكن يديك قرار غلط هو كمان. وكل ما تراكمت القرارات الغلط كل ما ثقتك فيه بتقل. بس اللي انت بتغفل عنه انك يا تاخد القرار الغلط يا ما تاخدش. مش هتاخد حاجه، لان هو ده اللي بياخد، هو ده الانجن اللي بتاخد بيه القرار، من غيره مش هتقدر تاخد اي حاجه. بس انا الليله كان عندي خلص، وانا عارف ان هي حلقه دسمه، حلقه فيها كلام كبير وكلام عميق، وفي ناس عارف ده زي لو كان في حد يعني بيتفرج هيقول ان انا بنسبه كبيره مريض نفسي، بس اللي هيفهمه بجد هيروح في حته تانية. اللي هيفهم الكلام ده وهيستوعبه هيبتدي يفكر بشكل تاني بعد كده. تذكر دائما ان اسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحه لتعبر بها عن رايك بكل حريه. سلام عليكم.